سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم؟ كلشي اختي بخير؟ كلشي هو هذاك؟ كلشي 5 كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. فيديو جديد ونهار جديد. فيديو البنات بطبيعه الحال كله افاده وكله ان شاء الله طاقه ايجابيه. كنتمنى ينال اعجابكم. نخليكم اختي مع الفيديو. اول حيله غادي نبدا معاك هي نهار التقضيه. كنختار انا نهار في السيمانه. اختاري اختي النهار اللي يناسبك. انا كنختار نهار الثلاث. ما كنبغيش نمشي اختي في الويكاند حيت كتكون الدنيا عامره. بعد مرات كتخصني شي حاجه وكنمشي في الويكاند كنضيع وقتي كامل غير باش نتسنى باش نخلص، حيت الناس اللي ما الناس اللي خدامين كيتقداو في الويكاند. من بين اختي الحيل اللي كنصحك بها هما هاد الميكات هادو اللي كيحتفظوا لينا على الحراره ديال الحويجات اللي كنجبدو من الثلاجه، بالاخص البنات في الصيف. انا هاد الميكات كيكونوا عندي صيف وشتا، بما انني كندور شحال من سطور. كما كنعرفوا اختي الحاجه كتكون رخيصه هنا وكتكون غاليه هنا، فكنمشيو اختي لشحال من المحل، ماشي بحال المغرب كتمشي غير للسوق وتقداي كلشي. الحيله الثانيه البنات اللي كندير هي انني كنغسل الفواكه، منها اللي مخامجه ولا اللي خاسره كنحيدها باش هكا ما تخسرش ليا الديسير ديالي ويخسر دغيا. كما كتشوفي هنا خديت بول ودرت فيها اختي العنيبات وغادي نغسل البنات حتى الفريج وكل شيء. وهكا البنات حتى منين كيكونوا غاديين وليداتنا الصباح المدرسه وكنبغوا نوجدوا ليهم اللانش باكس ديالهم كيهزوا الديسير يعني منقي وكل شيء ومغسول. وحاجه اخرى البنات، حاجه اخرى اختي، انا البنات كنغسل الديسير اللي غادي يتكال ليا يعني في ديك 4 ايام ولا 5 ايام كاع، هكا باش ما كيخسرش ليا. بالنسبه للفريز اختي كنجيبو من الضروري البنات، سواء كنتي غتغسليه ولا ما تغسليش جيبيه ونقيه البنات، حيت كيكونوا شي وحدين خامجين وكيخسروا لينا الفريز كامل ودغيا كيخسر لينا. فانا كما غتشوفي معايا انا غادي نحيد ليه هذيك اللعيبه ديالو اللي الفوق خضراء، وغادي اختي نشدو غادي نغسلو مزيان حتى هو بالخل والماء مزيان ونخليه حتى ينشف البنات، ولا نشفو بشي منديل. الحيله الثالثه البنات اللي كندير هي انني قبل ما كنمشي نتقدى كنكتب اشنو غادا ندير انا في ديك السيمانه كامله، اشنو غادي ندير فيها. هكا البنات كنتقدى الخضره اللي غادا ندير انا في ديك السيمانه وصافي. ما غاداش نوض نتقدى شي حاجه اخرى اللي غادا تبقى تخمج ليا غير تبقى تخمج في الثلاجه. ومن بين الحوايج اختي اللي كتسهل عليا هي انني كنشد كل حاجه اللي كتقطع كنقطعها، بحال البروكولي كما شفتوا معايا، بحال الشيفرون، بحال بزاف ديال الحويجات كما غتشوفوا معايا في الفيديو. وكنديرهم في هاد المنظمات البنات. هاد المنظمات زوينين وكيسهلوا عليك القضيه، وبالاخص اختي كتشوفي شنو الحاجه اللي باقا لك واللي ما باقاش لك حيت كلير. والحاجه الاخرى البنات اللي كندير هي انني ما كنتقداش مثلا الخضره واللحوم وداك الشيء في نفس الوقت، اللحم والدجاج وداك الشيء ما كنتقداش كل شيء في نفس النهار. مثلا اختي الثلاث كنتقدى الخضره، والجمعه البنات كنتقدى اللحم حيت كيكون باقي يلاه جاي طري وكيكون زوين. وفي نفس الوقت اختي ما كنجمعش عليا بزاف ديال الحاجات ومنين نسالي نلقى راسي تهلكت بتماره. فكما كتعرفوا اختي ملي كنتقداو الخضره خصها الغسيل وخصها تقطع وخصها بزاف د الحوايج، كدوامي حتى اللحوم كما شاركت معكم في فيديوهات قبل. وهنايا من بعد ما ساليت كما كتشوفوا كل شيء منظم وكل شيء هو هذاك وكل شيء باين ليا، واهم حاجه ما شارياش الخضره اللي ما باغاش نحتاج. وهنا منين ساليت ضروري واحد الجمعه للكوزينه وهاد الغسيل لافابو ضروري، ولكن ماشي هادشي اللي بغيت نشارك معك. اللي بغيت نشارك معك هي هاد البيكربونات الصوديوم اللي ديما انا عندي وديما كنشاركها معك. هنا شديتها ورشيتها على لافابو، وغناخذ اختي الخل اللي هو كمنظف ومعقم اللي عندي ديما في الدار، وغادا نرشو ونخلي داكشي كيتفاعل مع بعضياته مزيان ونضربها ليه بحكه. هنا البنات من بين الحوايج اللي كتخلي ليا الرخام ديالي كيشعل وفيه ريحه زوينه هي اي منظف ولا معطر اللي كديروا البنات باش تجفوا، هو اللي كندير انايا للرخام ديالي وكنديروا الكوزينه كامله من بعد ما كنسالي. وهنا اختي باش نلمع اختي لافابو ولا اي حاجه ديال الانوكس بحال هكا، وبالاخص لافابو باش يبقى عندي كيشعل، كناخذ هاد وينداكس اللي باش كنمسح اختي الجاج وكندوز عليه وهكا كيرجع عندي لافابو نقي والدنيا نقيه.
وهنا البنات من بعد ما ساليت اختي غادي ندوز ندير غديوتي، وهنا بغيت نشارك معكم العدس بطريقتي ساهل ماهل ولذيذ اختي. هنا كما كتشوفي خديت العدس وزدت معاه العدس الاحمر اللي كنعرفوه صحي وزوين للوليدات وما كيبغوش ياكلوه لينا. هنا اختي كندير العطريه، الملحه، البزار، سكينجبير، شويه ديال الكمون وشويه ديال الخرقوم ومليحه، ومعلقه البنات كبيره ديال مطيشه الحك. انا اختي ما كندير فيه لا مطيشه لا بصله لا حتى شي حاجه. بالنسبه اختي للكمون فانا اختي كنديرو مع الاول، ولكن ما كنقويش بزاف، كندير غير شويه حتى الاخر وكنزيدو. والحاجه اللي كتزيدني لذه اختي في القطنيات هي ورقه سيدنا موسى. بالنسبه اختي للثومه كنديرها هي بقشورها، كتعطي واحد اللذه البنات العدس ما يمكنش. الا جربتي هذا العدس ما غاديش تبقاي ديري عدس اخر. وهنا اختي كندير زيت العود، زيت العود يعني زيت الزيتون، وكنروي ما كنقلي ما حتى حاجه، وكنطيبوها اختي في الطاجين. هنا كما كتشوفي مطيشه الحك الا بغيتي تطلقيها في الماء هي الاولى عاد تروي ديريها. انا كنديرها الطريقه كتجيني سهله وصافيه البنات، وكنشعل عليها البنات عافيه مهيله وكنخليه يطيب على راحته. بالنسبه للعدس اختي اللي كنستعمل هو ديال زياده البنات الحجم الصغير بالنسبه للبنات اللي في ميريكان. وهنا اختي ضروري اختي المزيود ديال الحاره كيعجبني في القطنيات وصافي، وغادا نسد عليه وكما قلت لك غادي نجهد عليه في الاول حتى يبدا يطبخ، ومن بعد اختي غادا نقص عليه العافيه ونخليه يطيب على راحته البنات. كما كتشوفوا كيجيني غزال، ومنين كيطيب اختي كنزيد عليه القزبر والمعدنوس وشويه الكمون. وهنا اختي غادا نبدا نحط في الطبيله ديالي. كما كتشوفوا هاد البطاطا اللي ما كتخطانيش كل مره كندير ليها طريقه. وهنا اختي شليضات شليضه عاديه بالباربه، ولي صوص للدراري بطبيعه الحال، وخبيز اختي ديال الدار بطبيعه الحال. وهنايا الكوتليت اللي كنشارك معكم اختي ديما اللي كناخذ من كوسكو كيجي خطير البنات. وهذا الشيء اللي كاين، هذه هي الغديوه ديالي درتها في هاد الطويجات. كيجي البنات هاد العدس من ألذ ما يكون، غير جربوه وردوا عليا الخبر. وهنا البنات منين ساليت خرجت اختي لهوم ديبو. كيشتي ملي كتبداي اختي الصليح كتبداي غاده جايه هوم ديبو لويس راكم عارفين. المهم هنا اختي خرجت باش نشوف الجليج، وغادي نعطيكم بزاف البنات النصائح، بالاخص الناس اللي غاديين يصلحوا ريوسهم، يعني في غيصلحوا اي حاجه في الدار راسهم. تبعي معايا اختي هذا الفيديو حتى الاخر، فيه بزاف ديال المعلومات اللي غادا تهمك. هنا كما كتشوفوا البنات جيت باش نختار الجليج. بما انه انا الجليج اللي جايبه معايا من المغرب مشارجي، فانا باغيه شي جليج اللي يكون خفيف هكا ما يجينيش اختي الدوش مشارجي ويجيني مغموق ويجيني خايب. كما كتشوفي انا شفت هذا الابيض هذا عجبني، وشفت حتى داك اللي داير بحال الرخام ولكن غيجيني مشارجي. من بين الحوايج البنات الا كنتو غديروا تصلحوا اي بلاصه وكانت عندكم ضيقه، فنبعدوا اختي على هاد الالوان اللي كتكون غامقه، الكحل الكري اي حاجه. واخا الكحل انا كيعجبني ولكن ما غيجينيش في الدوشه ديالي حيت غيزيد يصغروا. ومن بين الحوايج اللي فايته مشاركاها معكم وفايته قايلها لكم، ما تجيش اختي وتشري، ضروري خاصك تشوفي شحال من محل. كما كتشوفي معايا انا رانا مشيت لهوم ديبو، مشيت للويس، مشيت لشحال من محل، وكنقارن البنات كما قلت لكم الاثمنه، وكنقارن حتى الجوده بطبيعه الحال. وهنا البنات من بعد ما ساليت غادا نمشي حيت ما لقيتش الجليج ديال الارض اللي انا باغا. هنايا البنات كما كتشوفوا حيدت من هوم ديبو وغادا البنات للويس. بالنسبه للبنات للارض انا بغيت ندير هذا الجليج اللي حرش نديرو في الحمام. يا اختي كنفكر في هذا الوسخ هذا اللي غادي يتجمع ليا هنايا. مازال كنقلب. كاين هذا، كاين هذا الكحل الابيض، كاين الكري، كاين هذا. المهم هنا البنات ما ديوش اختي على الروينه. البنات اللي كيكونوا كيصلحوا ولا كيقادوا شي حاجه في الدار كيكون عندهم اختي هذا الروينه. المهم اختي هنا كما كتشوفي ليا اختي البرمه في ميريكان. المهم اختي هنا كما كتشوفي درت هنا البرمه، وهنا درت هاد الكليسه اللي كنت غادي ندير في الحقيقه جوج ديال الكليسات، كنت غندير هنا وهنا، ولكن البنات فكرت قلت الا درت جوج غادي نضيق عليا الحمام وغيولي مضيق داكشي وما غيجيش زوين.
فانا اختي درت هاد الكليسه كما كتشوفوا، ودرت هنا غنخليها اللي بغى اختي يدير اختي ديك الجلده ويجلس. المهم درت اختي هاد الكليسه هكا باش يبقى ليا اتساع. المهم الحاجه اللي بغيت نشارك معاك اختي هو كما كتشوفي لي هاد الحويض هذا اللي انا استغليته. هاد الحيط درتو باش هنا منين غيكون الباب ديال الدجاج، هاد الحيط كان نورمالمون غيبقى غير مسدود، وانا بما انه البنات الدوش راه ما عنديش كبير بزاف يعني مهم متوسط، فانا اختي استغليت اختي هاد المسافه مهم ما نعرف هاد البلايصه هادي اختي استغليت هاد البلاصه هادي غتهز لي اختي بزاف ديال الحويجات. فانا كيما قلت لكم عوض يبقى غير حيط مسدود فانا درتو طاجيرات بحال هكا كما كتشوفي. مازال غادي نتقسموا البنات هاد لي زيطاجير وغنحط فيهم اختي بزاف ديال الحوايج. انا البنات كنحماق على شي حاجه سميتها ستورج يعني التخزين اختي بحال هكا كيعجبني حيت هو اللي كينظم لك اختي القضيه وكيجيب لك كيبين لك الحاجه زوينه وكيبينها لك منظمه. المهم هذه بالنسبه للبنات اللي عندهم سوا كوزينه سوا حمام سوا صالون سوا شنو مكان. يعني اختي هذا الحويط غيبقى غير هكا ضايع، فانا درتو كيما قلت لكم هكا غادي نستغلو. غندير فيه بابي طواليت، غادي ندير فيه اختي شي وريدات حيت غيجيو فيه حتى لي سبوت. المهم هادشي اللي كاين هنا اختي غتكون طواليت، هنا لافابو. المهم بلا ما نوريكم داكشي. وبالنسبه اختي لهنا فانا البنات كنت حيره وكنشوف بزاف البنات كيديروا دوك الجليج كما وريتكم في الفيديو صغيور. انا ما كانش عاجبني اختي هذاك. غادي علاش ما عاجبنيش؟ من غير الديكور انه غيجمع ليا الوسخ، يعني في دوك اللعيبات الصغيورين غيجمع ليا الوسخ وغادي يزيدني اختي غير بالتمار. فخديت هذا البنات كما كتشوفوه ماط وكيكون ديال الارض. فانتوما الا كنتو غادي تصايبوا سوا كوزينه سوا اختي سوا حمام، وبالاخص اختي الحمام، فانا غنديرو غير في هاد البلاصه هادي. اختي راكي عارفه ديري الصابون ولا شي حاجه تجي طايحه. المهم هذا اختي اللي كاين البنات. المهم ديما اختاروا الحرش ديال الارض هو اللي كيدار سواء في الكوزينه سواء في الدوشات، واكثريه الدوش. انا كما قلت لكم غنديرو غير في هاد البلايصه هنايا حدا البرمه وحده فين. حاجه اخرى اختي بالنسبه للبنات لاي بلاصه، مثلا بلاصه هنايا بلاصه طواليت حاشاكم ولا هذا ديال لافابو ولا ديال الكوزينه، اي خراجه عندكم ضروري البنات كنديروا فيها واحد القادوس اللي كيكون على شكل او اللي كيخلي لينا ديما داك القادوس فيه شويه الماء. هذاك شويه الماء اختي ملي كتفلاشي الماء كيمشي وكيجي ماء اخر وديما كيكون عامر عندك بالماء هكا باش ما ديك الخراجه ما كتقرعش كما كنقولوا حنا في المغرب وكتطلق لينا ديك الريحه الخايبه. هذه البنات ضروري انا ما صورتهاش لكم، ضروري خصكم ديروها في اي بلاصه، سواء انا غنديرها هنا سواء في ديال البرمه سواء هنا سواء في ديال الطواليت سواء في اي حاجه، باش اختي ما تبقاش كما قلت لكم تطلق لكم الماء. الا بغيتوني نصور لكم هذاك القادوس قولوا لي في الكومونتيرات ونصوروا لكم نمشي لهوم ديبو ونحط لكم فيديو الجاي. المهم بنات اللي عندها اي سؤال اختي وكنتمنى نكون فدتكم ولو غير بشويه، اي سؤال ولا اللي باغا تصلح ولا كما كنعرفوا هنا كلشي غالي، فكنتمنى اختي نكون فدتك بشي حاجه. وهادشي اللي كاين. اللي عندك اي سؤال اختي سواء كتبيه لي هنا في كومونتيرات ولا دوزي عندي اختي الانستغرام اللي هو كاري شانيل بحال القناه. جينا اختي لنهايه الفيديو، كنتمنى اختي ينال الاعجاب ديالك وكنتمنى اختي حمامي يجي زوين كما انا متصوره في بالي. وهادشي اللي كاين. تهلاي لي اختي في راسك ونتلاقاو في فيديو